ليه؟ صوتنا جايب اخر الدنيا عشان مرتك دي حاشية الحمام باللحمة المفرومة. اعمل الحمام باللحمه المفرومه. هقولك على الاسرار اللي تطلعه معاكي مظبوط وناجح ما يفرقعش منك. الحشوه جوه تطلع مستويه وبتتبيله خطيره بقى كده مع شويه لحمه مفرومه حلوه قوي، مع شوربه حمام تتاكل قبل الحمام نفسه مع شويه رز بالخلطه. هيشرفك في احلى عزومه وهتدلعي بيه حبايبك الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. الاول علشان الحمام بتاعنا يطلع مظبوط انا بكسر الصدر كده زي ما انتوا شايفين. خلوا ايديكم قويه شويه وما تخافوش، واكسروا العظمه بتاعه الصدر علشان الحمامه تتفرد معاكم وتاخد حشوه كتير. الناس اللي بتشتكي ان الحمامه ما بتاخدش حشوه. جبت بقى بصله كبيره مبشوره وعليها نص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من الثوم البودر، مش اكتر من كده. الخلطه دي بقى هنتبل بيها الحمام بتاعنا، يعني كل معلقه تقريبا هتاخد نص معلقه من الخليط اللي عملناه. علشان بقى نعمل الحشوة بتاعتنا عندنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة والكبد بتاعة الحمام وبصلاية كبيرة متقطعة مبشورة وكوباية من الرز. لكل جوز حمام بياخد نص كوباية من الرز. طبعا احنا هنا علشان احنا مزودين اللحمة فهنستعمل كوباية صغيرة، اللي هو هيعادل مثلا كوباية الا ربع من كوباية الشاي العادية، ما تكونش مليانة قوي. شوحت اللحمة بتاعتي مع البصلة الكبيرة كده في طاسة بشوية زيت. أول ما اللحمة خدت لون نزلت الكبد والقوانص. بشوح كل الكلام ده مع شوية ملح وفلفل اسود، وهشيل نص الخليط ده على جنب، والنص التاني هننزل عليه بالرز بتاعنا. الرز انا غسلته وصفيته كويس قوي. هننزل على الرز بنص كوباية من المية، يعني لو هي كوباية الا ربع مثلا خلاص يبقى اقل من النص بشوية زي ما انا عملت. وهنحط ملح وفلفل اسود. هنرفعه على نار متوسطة لحد ما بقى يشرب المية بتاعته دي كده ويكون ناشف. احنا هنا مش عايزينه يستوي. الناس اللي بتشتكي ان الرز بيعجن منها او بيطلع ني، جربوا الطريقة دي هتطلعه معاكم مظبوط جدا واستوى على الشعر. كل حمامة بقى بعد ما فتحناها كده وكسرنا عظمة الصدر هتاخد معانا تقريبا 4 معالق كبار من الخلطة الحلوة اللي احنا عاملينها بقى باللحمة دي. هنبدأ نحشي الحمامة بتاعتنا كويس قوي من جوه، وبعدين ندخل الحشوة ما بين الجلد. بصوا انا بايديا كده ببدأ ان انا اوزع الرز جوه الحشوة لحد ما يوصل للرقبة، جوه الجلد سوري، لحد ما يوصل بقى للرقبة. ما تقلقوش الحمام مش هتفرقع معاكم ولا حاجة، احنا موسعينها او كاسرين العظمة فهتبقى سهلة علينا. هنقفل بقى الرجلين كده ونضغطها كويس قوي. هنكمل كله بنفس الطريقة. حطيت فيها نص طماطمية ونص جزراية وشوية من الفلفل الاسود وشوية ملح. هبدأ بقى انزل الحمام بتاعنا، بصوا كده بينتفخ ويبقى حلو قوي. الغطا بتاعنا مش بنغطيه بشكل كامل، لا احنا هنعمل نص فتحة، يعني مش بنقفله على الاخر علشان الحمام بتاعكم ما يفرقعش منكم ويتكتب. علشان الرز الحلو ده بقى شوية من الزيت مع السمنة كده شوحنا فيهم بصلاية كبيرة، ونزلنا بخلطة حلوة قوي كده من التوابل. هننزل عليها الخليط بتاع اللحمة اللي احنا عملناه، هسيب لكم التوابل مكتوبة تحت في الاول كومنت. نزلت عليها خليط اللحمة اللي عملناه مع الكبدة وشوحتهم شوية، ونزلت عليهم بمعلقة من الصلصة. 3 كوبايات من الرز المصري مغسولين ومتصفين كويس قوي، وعليهم 3 كوبايات من المية. اول ما بنتشرب بنديله تقليبة ونسيبه بقى يكمل السوى العادي بتاعه. عايزه اقول لكم هيبقوا احلى شويه رز بقى كده مفلفلين ومبهرين حلوين قوي تعملوا. في طاسه بقى كده هنحط شويه من الزيت مع حتتين حلوين كده من الزبده، واول ما يبداوا يسخنوا واحنا بنحمر الحمام هيكون على نار متوسطه. لما بنيجي نسلقه يا دوب بنقلبه تقليبه خفيفه كده، ولازم لازم 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 وانتوا بتقلبوه تبقى ايديكم فيه، بمعنى ان انا مره على الجنب ده ومره على الجنب ده، ما تستعجلوش عليه، ما تسيبوهوش وتقولوا لا احنا خلاص هنريح نفسنا بقى ونستنى، مش هنستنى. الحمام وانتوا بتحطوه علشان يتسلق الاول تنزلوه على ظهره اساسي علشان ما يفرقعش معاكم. هيطلع بقى معاكم شويه شوربه للحمام كده حلوه قوي تتاكل اكل وحلوه جدا، وشويه رز تحفه، شويه حمام رايقين. صحة هنا. اتمنى تجربوا الوصفه وتقولي لي رايكم، ولايك وشير كتير للفيديو يا حلوين. باي باي.